السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى قلت اسمي الله وابتدي يومي. اعمل ايه؟ اول حاجه قلت اشغل الغساله عشان كان عندي غسيل كتير، فقلت اغسله. لان النهارده كمان ما كانش عندي اكل، فقلت اعمل ايه؟ احط الغسيل في الغساله عبل ما ياخد بقى يتغسل وياخد دورته وكده. اكون انا طبعا ايه ابتديت في الاكل بتاعي وايه، وان شاء الله اخلصه معاكم. طبعا ما كنت محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه، فقلت ايه، ادور كده في الفريزر اشوف ايه اللي موجود عندي عشان اعمله. يعني كده حاجة تبقى خفيفة على قد يومها وايه، وكل حاجة طبعا احنا عارفين نعمة من عند ربنا، ربنا يا رب يديم علينا نعمة يا رب. انا اهو قدامكم نزلت بالغسيل في الغسالة بعد ما ظبطتها، زي ما احنا شايفين. وهقول بقى ايه، هشوف هعمل اكل ايه. يلا بينا نشوف بقى هنعمل اكل ايه بالمرة مع بعض كده. انا كان عندي ايه في الفريزر، دورت لقيت عندي ايه ده يا جماعة، نص كيلو عزبون. عايزة اقول لكم، او ممبار، نص كيلو ممبار. النص كيلو الممبار دوت انا غسلاه طبعا مغسول كويس بالدقيق وبالملح ومقلوب وي 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 قبل ما احطه في الفريزر. وطبعا بعد ما طلعته كمان غسلته تاني بالدقيق وكده وايه، وحطيته في مصفى قلت يتصفى قبل ما اعمل بقى ايه الحشوه. هحشيه ايه؟ هحشي عزبان النهارده. طبعا مكسله ومش عارفه اعمل اكل ايه ومش قادره انزل، فقلت اطلع اي حاجه من الفريزر واعملها. العزبان طبعا كلنا بنحبه. اول حاجه قلت اعمل ايه في الخلطه، قلت اعمل البصل، حطيته في الكبه. قلت اعمل كل ايه في الكبه. حطيت البصل قدامكم بعد ما ضربت البصل في الكبه. برضو رحت قلت اعمل الطماطم زي ما انتم شايفين. انا بعمل معاكم كل حاجه ايه خطوه بخطوه، بحب اشارككم معايا يومي كده. وان شاء الله يومك طبعا زي ما انا قلت لك، لما بتبداي بالاستغفار وتشغلي القران وكده بيبقى يومك كله تفاؤل وكله طاقه ايجابيه. ويعني مش بالاكل ولا بالشرب زي ما انا قلت لكم، المهم صحتنا ونبقى كويسين، وربنا يديم علينا الستر والصحه يا رب، علينا وعليكم يا رب، ويبارك لكم في اولادكم. طبعا بعد ما عملت البصل رحت جايه عملت ايه معاكم الطماطم. انا بقى كمان الخضره ما بحبش ان انا اعملها في الكبه. يعني ممكن اعملها في الكبه بس انا مش بحب اعملها في الكبه. بحب ان انا ايه اخرطها كده احسن. إيه، في الكبه بحس ان هي مش بتطلع حلوه. مع ان في ناس بتعملها في الكبه، انتي وراحتك زي ما انتي عايزه. هي خلطه المحشي، كاننا هنعمل محشي بس بدل ما هنحشي مثلا كرنب او هنحشي ورق عنب وبتنجان وفلفل وكوسه وكده، لا هنحشي ممبار. عايزه اقول لكم طبعا كلنا بنحب الممبار جدا. إيه، خصوصا بقى داخل على الشتاء. الممبار ده كمان من الاكلات الشتويه اللي انتي هتحبيها قوي. بيبقى حلو قوي في الشتاء، ويبقى طبعا بيدفي وطعمه جميل وكده. عايزه اقول لكم مفيش حد ما بيحبش الممبار. تمام. ده كان معايا النهارده، انا كنت هعمل الممبار ده ممبار شمبري مش ضاني. طبعا انا بعمل الضاني برضو، بس طبعا انتوا عارفين، طبعا كلنا عارفين ان الشمبري بيبقى اسهل من الضاني بكتير. انا هنا خلاص كنت خلصت بقى البصل والطماطم والخضره بتاعتي. نزلت بقى بالبصل ونزلت بالطماطم، وهنزل بالخضره زي ما انتوا شايفين. اعملي حاجتك بقى بتأني، وانت طول ما انت واقفه بتستغفري كل حاجه هتطلع معاكي زي الفل. تمام. وزي ما انت يومك بقى انت بتقضيه، يوم عدس، يوم فراخ، يوم لحمه، يوم ممبار، انت بتظبطي ميزانيتك زي ما انت عايزه. بصوا انا هنا كنت خلاص بقى حطيت الطماطم والبصل والخضره. كنت كمان غسلت الرز وصفيته زي ما احنا شايفين. نزلت بيه طبعا على الخلطه بتاعتي، هقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين. هو بعمل محشي. عايزه اقول لكم طبعا احنا في الشتاء كلنا بنحب ناكل محشي كتير. الكرنب بتاع الشتوي اصلا كمان بيبقى طعمه تحفه، بيبقى طعمه معسل قوي. فدايما تلاقينا كلنا دايما بنعمل كرنب في الشتاء. محشي شتاء يعني محشي، شتاء يعني عدس، شتاء يعني خضار وطبيخ والاكلات اللي فيها شوربه، الحاجات اللي بتدفي دي. طبعا انا قدامكم اهو نزلت بملح وفلفل. انا مش بحط حاجه اكتر من كده، ملح وفلفل وشويه زيت بس، واقلب كله مع بعضه زي ما احنا شايفين. تمام. ما تستصعبيش الامور على نفسك، ما تقوليش ممبار لا انا مش هعرف احشيه والكلام دوت. طبعا احنا عارفين الممبار اللي هو الضاني لازم تحشيه يكون معاكي ايه، قمع اللي هو المخصص للمطبخ. انا هنا بقى هوريكي طريقه تحشي بيها الممبار اللي هو الشمبري. انا هنا كنت بدوق، حسيت ان هي عايزه ملح شويه، فبرضه قلت ايه طبعا انت لازم ايه تدوقي كده، تزودي تظبطي ملحك عشان ما يطلعش عادب منك ولا اي حاجه يبقى طعمه مش حلو. لازم ملحه يبقى مظبوط. بصوا طبعا انا مش بحشي في البوله. بتحطي انتي خلطتك عادي في البوله، وبتجيبي طبق مفلطح كده وتروحي نازله بيه بشويه خلطه. ما تحشيش العزبان او الممبار في البوله. بصوا يا جماعه،
طبعا بصوا شايفين الطريقه دي، بتمسكي من هنا ومن هنا وفي الطبق عشان مفلطح، بتسحبي كده على جوه. بصوا عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله جدا جدا وما فيهاش اي حاجه. انا ما كنتش بعرف احشي الممبار ولا الشمبري ولا الضاني، بس احنا عارفين طبعا اللي هو الشمبري بيبقى اسهل من الضاني بكتير. طبعا بعد ما حشيتيها بصي لازم تعمليها كده، تبططيها عشان تطلعي منها اي زياده، لان انت لو سبتيها كده مليانه طبعا لا قدر الله يعني ممكن تفرقع منك في الشوربه. طبعا مش هينفع، لازم تخليها كده مرتاحه، بتبططيها وتحطيها في مصفى. بصوا هوريكم تاني، تمسكي من هنا ومن هنا، بصوا شايفين، وبتسحبي الخلطه على جوه ولا فيها اي حاجه. تبداي تمليها عادي، وبعد ما تمليها خالص روحي جايبه انت بططيها عشان خاطر ايه، يعني ما تفرقعش معاكي في الشوربه. لكن لو انت ما بططيهاش هتفرقع معاكي في الشوربه، ولا قدر الله كده تعبك هيروح على الفاضي. دايما اعملي حاجتك بتأني كده وبالراحه، حاجتك هتطلع معاكي زي الفل وجميله. بصوا انا بعمل ايه، رغم ان انا بعملها كده بايدي بس برضو هبططها تاني في الطبق زي ما احنا شايفين. خليكي كده معايا خطوه بخطوه عشان تعرفي ازاي تحشي الممبار ويبقى طريقته سهله معاكي ومفيش اي مشكله. ما في تصعبيش حاجه على نفسك، كلنا بنتعلم، كلنا ما كناش بنعرف نعمل ودلوقتي كلنا بنعرف نعمل كل حاجه. انتي بتعرفيني طريقه وانا بعرفك طريقه، كلنا بنستفاد وبنعرف من بعض وبنفيد بعض، ما فيهاش اي مشكله. بصوا هنا حسيتها طبعا كانت فاضيه بالجنب شويه، برضو حشيتها وبططتها تاني. لكن ما تقعديش تمليها وفي الاخر يعني لا قدر الله تفرقع منك، لا. انت امليها على القد، لقيتيها محتاجه تاني احشيها وبرضو بططيها. اوعي ما تبططيش الممبرايه، لو ما بططيهاش كده بوظتي الدنيا خالص. لازم تبططي الممبرايه علشان لا قدر الله ما تفرقعش منك وانت بتعملي. تمام. طبعا وانا هنا طبعا وانا بحشي كنت حاطه ميه على النار. عبل ما خلصت حشو كانت طبعا الميه بتاعتي ان شاء الله هتغلي. بصوا انا حبيت اوريكم كذا واحده عشان تعرفوا. وبعدين عايزه اقولك بتعملي بالطريقه دي بسرعه جدا، ما بتاخدش منك اي وقت خالص. الطريقه دي سريعه وحلوه. برضو مره هبقى اوريكم طريقه الممبار الضاني ان شاء الله. بصوا كنت خلاص بقى خلصت الحشو بتاعي كله. تمام. وانا طبعا حاطه زي ما قلت لكم حله الميه على النار. الميه غلت بتاعتي. هبتدي بقى ان انا اجيب الممبار بتاعي اللي انا كنت حاطاه في المصفى. هبتدي بقى ان انا انزل بيه بقى في الميه المغليه. تنزلي بيه كده واحده واحده. طبعا في الاول بتعلي عليه النار وبعد كده بتهدي النار عادي، لكن مش من الاول للاخر تخلي النار عاليه، علشان طبعا غلط يعني. بصوا نزلت بيه قدامكم اهو واحده واحده. عايزه اقول لكم كانت اكله تحفه جدا وكان طعمه تحفه. عايزه اقول لكم بيبقى جميل جدا، يعني الاكلات الشتويه دي بتبقى حلوه قوي قوي قوي. بصوا نزلت فيه واحده واحده. طبعا بعد ما انت بتنزلي حسيتي الشوربه زادت، نقصي منها عادي مفيش اي مشكله. طبعا انا هنا هنقص من الشوربه بتاعتي علشان لما الممبار يغلي ما يتكبش يعني على البوتاجاز ويبهدلهولي. فطبعا انا نزلت ببصلايه، هنزل بملح وفلفل زي ما احنا شايفين. اكتر من كده مش هعمل. طبعا هوطي عليها النار، وبعد ما تغلي غلوه اوطي عليها النار واسيبها بقى ان هي تستوي على نار هاديه. زي ما انا قلت لكم انا بحب اعمل كل حاجتي على نار هاديه. تمام. غير كده مش هعمل فيها. طبعا كده كانت خلاص الشوربه بتاعتي خلصت والممبار بتاعي استوى. طبعا بتدوقي الرز بتاعك، لو لقيتيه ان هو استوى خلاص كده تطفي على الممبار وبتبداي تنشريه وتحطيه في مصفى عشان يصفي الشوربه بتاعته، عشان لما تيجي تقلي في الزيت ما يطرطش يعني ويبهدل الدنيا. انا حطيت طاسه فيها زيت وهنزل بالممبار بتاعي واحده واحده كده على نار هاديه. ابتدي ان انا اسويه. انا كمان بحب اخد من الشوربه دي اعمل بحب اجيب يعني احمص عيش في الفرن مع شويه سمنه بلدي، وبعدين يعني ببقى مقطعاه واحمصه بسمنه بلدي في الفرن. تمام. وابتدي بقى ان انا احطه مثلا في طبق او بوله وكده، وابتدي احط الشوربه عليه وابتدي اعمل له شويه تومه وخل كده. احنا بنحب كده، انا بحب كده قوي قوي جنب الممبار. بصوا كان الممبار بتاعي خلاص حمرته، وطبعا عملت طبق كده اللي عايز يعني انا بحبه فانا عملت لنفسي. وكان اكلي كده النهارده خلص، وربنا يديمها علينا ويحفظها يا رب من الزوال. عايزه اقول لكم الممبار ده من الاكلات الحلوه، الاكلات الشتويه. اعملوا كل حاجه وجربوا كل حاجه ما تكسلوش، وان شاء الله كل حاجه تطلع زي الفل معاكم، وكل حاجه تبقى كويسه وسهله معاكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.